معانا النهاردة برنامج من أهم البرامج الموجودة على جهاز الفحص، برنامج الويز أو WIS، اختصار Workshop Information System. البرنامج ده شباب بيعتبر يعني كنز من الكنوز الموجودة على جهازك وانت مش عارف قيمتها. تمام. طبعا اغلب الناس اللي شغاله على جهاز الفحص، طبعا كلامنا عن المرسيدس. تمام. جهاز الفحص عليه برنامج الداس، برنامج الاكزنتري، وعليه شويه حاجات كتير كده في النص مش عارفين معناها ايه. ومن اهمهم الحاجات اللي احنا مش عارفين معناها او الناس بتبقى مش فاهمه دي بتاعت ايه، على الديسكتوب بتاع الجهاز بتاعي هتلاقي حاجه مكتوب عليها WIS او ويز، وبرنامج تاني مكتوب عليه APC اللي هو اختصار الكترونيك بارتس كاتالوج. تمام. كتالوج بتاع قطع الغيار بس، لكن بيكون الكترونيك، يعني ايه، موجود على الجهاز بتاعك، مش موضوع ورق بتقلب فيه. تمام. النهارده هنتكلم عن الويز. الويز ده برنامج يعني يعتبر كنز بمعنى الكلمة للناس اللي هم اللي شغالين في الفك والتركيب والصيانة. يعني انت دلوقتي عندك قطعة عايز تغيرها، قطعة عايز تركبها، في كنترول مش عارف مكانه عايز تفكه، في ماسورة زيت مش عارف توصل لها ازاي، هتفك ايه الاول قبل ايه. فبرنامج الويز ده هو هيفيدك في القصة دي كلها. لكن طبعا الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل. الموضوع طبعا اولا باللغة الانجليزية، ثانيا في خطوات كتير، يعني دقيق في تفاصيل لدرجة الملل، ان انت ممكن تكره نفسك من كتر التفاصيل اللي هو بيوضحها لك. طبعا بيبدأ بأي حاجة اسمها سيفتي انفورميشن، يعني قبل ما يتكلم كده يقول لك ايه سيفتي انفورميشن، هتعمل ايه، تقفل كونتاكت، تشيل كابلات بطارية، واحد اتنين تلاتة أربعة. ممكن ياخد في القصة دي مثلا تلاتة ستيبس، 3 خطوات، بيتكلم بس عن السيفتي. تمام. بعدين روح داخل مثلا على ايه، اجراءات اللي هي ايه، ان انت تبدأ بايه، ايه العدة المستخدمة. تمام. بعدين يقول لك هتفك مثلا جزء صاج معين او جزء كفر او الكلام ده. بعدين يجيب لك مثلا ايه هتعمل ايه بالظبط. فهو طبعا هو مفيد جدا لو انت اول مره تفك القطعه دي، فبيفيدك يقول لك فك كذا بعدين كذا بعدين كذا، هتركب نفس الكلام. لكن انا النهارده مش هتكلم عن الحته دي، انا النهارده هتكلم معاك عن حاجه ممكن تكون اهم من كده. تمام. انت دلوقتي رايح تشتري عربيه او رايح تفحص عربيه الواحد بيشتريها، والراجل بيقول لك والله شوف لي يا عم العربيه دي على وضعها ولا متعدله ولا ايه الدنيا فيها ولا الكلام ده كله. تمام. طيب زي ما احنا شايفين كده على الشاشة اللي معانا هنا، طبعا ده رقم الشاسيه اللي موجود فوق هنا. طبعا البرنامج ده يا شباب مش محتاج ان انا اوصل على العربية، ده بيشتغل اوفلاين، اولا مش محتاج نت، وثانيا مش محتاج ان انا اوصل على العربية، ومش محتاج جهاز الفحص كمان. يعني انت ممكن البرنامج ده يتسطب عندك، طبعا الناس اللي بتسطب البرامج بتاعة الفحص بيسطبوا لك على اللاب الخاص بيك، وانت بتدخل تكتب رقم الشاسيه اللي انت عايز تعرف عنه معلومات، السيارة اللي عايز تعرف عنها معلومات بتكتب رقم الشاسيه الخاص بيها او الفي اي ان. اغلب الارقام اللي عندنا WDB اللي هي مصنع المانيا او استيراد، وتكتب رقم الشاسيه. طبعا السياره اللي معانا دي 963 اللي هي عربيه MP4 او MP5. تمام. وبعد ما اكتب الرقم بدوس انتر، وبيظهر عندي ايه الليسته تحت كده، تختار منها اللي انت عايزه بقى. عايز تدخل على المحرك، عايز تدخل على الفرامل، عايز تدخل على الفتيس، ايا كان بقى تعرف ايه تفك وتركب. لكن انا مش هدخل افك ولا اركب، انا هدخل على حاجه اسمها ايه، داتا كارد، اللي هي العربيه الزرقاء اللي احنا شايفينها دي. لو ضغطت عليها يفتح لك البوكس اللي احنا شايفينه او الويندو اللي احنا قدامنا دي، فيها شويه معلومات حلوه قوي ومهمه، وممكن تفيدك لو انت بتشتري عربية تعرف اذا كان في تعديل او العربية على وضعها. تمام. اول حاجة بيكتبها لك فوق الانجن نمبر، رقم المحرك. رقم المحرك انا ممكن اعرف من خلاله اذا كان العربية مغيرة محرك ولا لا. تمام. طبعا اي محرك في الدنيا بيكون عليه بليت نمبر او عليه باليتة كده مكتوب عليها الرقم بتاعه، رقم الموتور، موجود في رخصة كمان. تمام. فايه بقى اشوف الرقم ده هو ده فعليا على ارض واقع موجود قدامي ولا في تغيير، يبقى انا كده ايه اتاكدت المحرك بتاعي موجود او متغير. تاني حاجة بيكون مكتوب الأرقام اللي على الباب 25 51، يعني إيه 25 51، اللي طبعا احنا عارفين الحمولة والباور هورس باور، القدرة بتاعة المحرك اللي هي 510 حصان. تمام. 6 باي 2 سلاش 2، 6 باي 2 اللي هو عربية سناد، يبقى أنا كده برضو فهمت إن العربية دي سناد. أنا شايف قدامي غير كده، يبقى العربية دي إيه، في تعديل تم في العربية. قصادها الناحية التانية كده هتلاقي حاجة اسمها فرونت اكسل 1، فرونت اكسل 2، رير اكسل 1، رير اكسل 2. يعني ايه الكلام ده؟ فرونت اكسل يعني محور امامي اول، محور امامي تاني، محور خلفي اول، محور خلفي تاني. يبقى انا كده عرفت ان في واحد محور امامي، تمام، وفي 2 محور خلفي. تمام كده. ومنهم ايه اللي هو السناد.
في عندي حاجة كمان ممكن استفيدها من الصفحة اللي قدامي دي. طبعا انا كده عرفت ان عدد محاور وعرفت رقم المحرك والكلام ده كله. طبعا هنا رقم الفتيس مش بيكتب لي بقى ال 280 و 281 والحاجات دي، بيكتب لي الرقم بتاعها اللي هو 371. و 371 ليها دلالة طبعا ممكن نتكلم عنها ان شاء الله في ايام تانية، اللي هي 371 دي معناها ايه، ال 351 معناها ايه، 52. من خلالها بعرف اذا كان الفتيس ده 280، 330، 211، الارقام اللي احنا الدرجة بتاعتنا اللي احنا عارفينها في السوق. تمام. عندي حاجة اسمها بينت كود. بينت كود كام؟ 3626، 36 26. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بينت طبعا يعني لون او كلر، اللي هو الدهان بتاع العربية ايه، الكود بتاع دهان العربية 36 26. ايوه يعني فهمت ايه من الرقمين دول. ببساطة كده هتاخد الكود ده، هتكتب على جوجل، تفتح جوجل سيرش بحث وتكتب فيه بينت كود 3626، هيظهر لك ايه، درجة اللون بتاعة العربية اللي طالعة من المصنع. كده انا عرفت العربية اصلها ايه بالظبط. تمام. حاجة اخيرة كده اللي مكتوب عليها ايه، ريتاردر. ريتاردر اللي هي التلمة. العربية دي فيها تلمة ولا ما فيهاش تلمة؟ لو فيها تلمة هتلاقي فيها رقم قصاد الحتة دي، لو ما فيش تلمة هتلاقي زي ما انت شايف كده نقط ومفيش حاجة قدامها. اتمنى يكون وضحت معلومة، هي بسيطة لكن ان شاء الله تكون مفيدة للناس، وفي ناس اول مرة تعرفها. وطبعا ما تنساش ان انت تدعمنا، طبعا ان انت تدوس لايك وشير عشان تنشر المعلومة، لان محدش هياخد رزق حد. لو الناس عرفت المعلومة انت مش هتبقى رزقك هيجيلك برضو. تمام. فانشر المعلومة بين الناس عشان الناس تستفيد، اللي اول مرة يسمعها يستفيد بيها، بيشتري عربية اذا كان صناعي يتعلم منها، واحد تاجر يعرف المعلومة. واتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، معلش سامحوني لو بطول شوية، لكن الحاجات دي مهمة وناس كتير ممكن تفيدها في حياتها في شراء، وتوفر عليها فلوس، وتوفر عليها ان هو ما يقعش في دايرة النصب، ان حد ممكن ينصب عليه ان هو مغير حاجة في العربية وما يبلغوش قبل ما يشتريها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.